أكثر 5 أبراج ذكاء بالترتيب. أنا برج العقرب، وكنت دائما أصدق أنه طبيعتي غامضة عنيدة مسيطرة، وكل الناس اللي حولي كانت تقول نفس الشيء عني. كنت أقرأ الأبراج كل يوم في الجريدة وفي التلفزيون وأسمعها في الراديو وأنا ماشي، يساوي كوكب وأخطط حياتي الطائر على أساسها. والزهرة والأرض كنت مؤمن والمريخ، إنه وهياخد حتة كده حظي في مربوط المستقبل. بالكواكب والنجوم. وصلت لمرحلة صرت أوقف قرارات مهمة عشان البرج قال إنه اليوم هذا ما ينفعش. تخيل، علاقات انتهت، قرارات أجلت، وكل هذا بسبب إيش؟ بسبب برج العقرب. لكن فجأة بدأت أشك، طيب ليش أنا وصاحبي اللي هو برضه برج العقرب بس إحنا مختلفين تماما، مع إنه إحنا كلنا عقارب؟ بدأت أبحث وأدور وأقرأ. برج القوس سنة وفجأة جيدة. انت بتعرف انه القوس اكثر الناس محظوظين بالحياة بالاجمال، عم نحكي بالاجمال. ليه؟ لان عندهم كوكبهم هو كوكب جوبيتر. كوكب جوبيتر هو كوكب الحظ، هو كوكب برج القوس. اذا عنده بالاجمال سنة جيدة. علميا الأبراج مبنية على مواقع نجمية تغيرت من آلاف السنين بسبب ميلان الأرض. يعني برجك اليوم غالبا مش برجك الحقيقي، لأنه قد تغير موقع النجم اللي على أساسه كان برجك العقرب أو الحمل أو الديك أو البقرة إلى آخره. دينيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صدق عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد. يعني لما نصدق الأبراج إحنا ندوس على التوحيد بإرادتنا. الأبراج يا جماعة وهم جماعي، كذبة مصنوعة بعناية، تسرق منك قراراتك، إيمانك واستقلالك. أنا اليوم مش برج العقرب، أنا إنسان يختار مصيره، مش نجم غبي هو اللي يحدد اليوم بيكون يومي حلو ولا سيء. زوعين. الحوت عبارة عن سمكتين، ففيه الحوت الإيجابي والحوت السلبي. الفرق بينهم إن واحد